السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا دعاء، ووصفة النهاردة هتبقى سهلة وبسيطة جدا. اسرع صينية مكرونة بلحمة كده معصجة بطريقة جديدة جدا ممكن تعمليها. هي حلوة جدا ومختلفة عن صينية المكرونة البشاميل، طبعا دي ليها كل التقدير وكل الاحترام. بس دي سريعة، فيها فلفل. التعصيجة بتاعت اللحمة المفرومة هنعملها هنا بطريقة مختلفة جدا، هتدي تيست مختلف خالص. هتبقى اشبه كتير قوي للطواجن اللي احنا ممكن ناكلها من بره. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. القصد منها ان احنا نغير في التست اللي احنا اتعودنا عليه. حاجة سريعة جدا، لو انتي مستعجلة هتعمليها بمنتهى السهولة، وان شاء الله بإذن الله طعمها يعجبك جدا جدا ان شاء الله. الوصفة سهلة وبسيطة خالص، هتمشوا بنفس الخطوات اللي انا مشيت معاها وتطلع معاكم تحفة جدا. اول حاجة هنبتدي نعصج اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة زي ما قلت لكم هنعصجها بطريقة مختلفة. محتاجين بصلة متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، عليها طماطمايه كبيرة كده برضو متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبتدي احط عليها كمية اللحمة المفرومة اللي هي نص كيلو. النص كيلو هحط عليه كوباية من الزبادي الصغيرة اللي هي حوالي معلقتين كبار، معلقتين كبار من الزبادي. وهبتدي بقى احط معلقه صغيره من الملح او معلقه وربع، على حسب ما انت بتحسي ان الملح انت بتبقي محتاجاه. وبعد كده احط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكمون، هحط معلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه. وهبتدي اقلب كل المكونات دي عشان اعمل كده تتبيله حلوه قوي للحمه المفرومه. فعلا التتبيله دي خرافه خرافه. هقلبها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها حوالي ربع ساعة لنص ساعة تشرب من بعضها من المكونات. هسلق المكرونة بالشكل ده، هسلقها عادي جدا بمية وملح، بس لازم شايفين تبقى ماسكة نفسها ومش طرية، نص سوا. وبعد كده هبتدي أعصج اللحمة المفرومة، شوية زيت عليهم فص كبير من الثوم مدقوق كويس. هبتدي كده أخليه ريحته تطلع بس. اول لما تبتدي ريحته تطلع هبتدي انزل باللحمه المفرومه اللي انا عصقتها او تبلتها كده بتتبيله مختلفه شويه عن اللي احنا تعودنا عليها. هبتدي انزل بيها وهبتدي اعصجها عادي جدا زي ما بعصج اي لحمه مفرومه، مفيش مشكله. هي الفكره بس في الاختلاف هنا التتبيله اللي انا حطيتها والتوابل شويه مختلفه. هبتدي اقلب كده زي ما انتوا شايفين، واعصجها عادي جدا بالطريقه العاديه. وبعد كده هتبتدي هي تنزل ميتها. هبتدي بقى اغطيها واسيبها لحد ما تشرب كل المية بتاعتها، تبقى بالشكل ده شايفين. بس كده كده انا سلقت المكرونة وعصقت اللحمة بتاعتي، يبقى فاضل ايه؟ اعمل صوص البشاميل بتاع المكرونة، وهو حوالي شوية زيت على زبدة عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. وهبتدي اديها تشويحة كده سريعة. وبعد كده هبتدي اضيف الحليب بتاعي. ممكن اضيف حليب بس وميه، او الاتنين مع بعض، اللي انتي حباه، يا اما حليب بس يا اما حليب وميه اللي انتي حباه. انا هنا خففتها بشويه ميه هتاخد منك حوالي 3 كوبايات كبيره من الحليب، وحوالي كوبايتين كوبايتين ونص من الميه. هتبقى كويسه جدا وكافيه ان انت تعملي صوص بشاميل خفيف. انا مش عايزاه يبقى تقيل، انا عايزاه يبقى خفيف كده جوسي زي الطواجن اللي انت بتاكليها من بره. هتبقى عارفه جوسي كده جدا، والبشاميل مش تقيل. هحط عليها معلقه كبيره من الجبنه الكوبايات او حتتين جبنه نستو اللي انت حباه او المتوفر. هحط الملح بتاعي والفلفل الاسود بتاعي واظبطها كده. وهبتدي انزل على طول فيها المكرونه. شايفين الصوص خفيف جدا، هيبتدي يتقل بالنشا اللي في المكرونه لان المكرونه مش مستويه كامل. هبتدي احط حبتين من الفلفل الرومي، دول هيدوا تست رهيب وحلو جدا مع المكرونه. انا قصدي ان انا احطه في الاخر خالص عشان يحتفظ بلونه وبريحته وبطعمه كمان.
هبتدي بقى اعمل الصينيه بتاعتي. هبتدي ارص يعني راق كده من المكرونه، اللي بالصوص اللي بالفلفل الرومي، وهبتدي احط فوقيها اللحمه المعصجه. والكميه بتاعت المكرونه واللحمه اللي انا عملتها دي تكفي صينيتين كده من الصواني اللي انتوا شايفينها، او اكبر كمان، يعني صينيه تانية تكون اكبر. وهبتدي اساوي اللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ريحتها بقى دلوقتي مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، تحفه جدا. هبتدي بقى ادي رشه من الموتزاريلا وادخلها الفرن لحد ما الموتزاريلا تسيح. بس كده انتي كده خلصتي صينيه المكرونه. تبتدي تقدميها، تحفه جدا. طعمها مختلف، سريعه قوي قوي قوي. المقادير كمان سهله وبسيطه، تقدري تجربيها ان شاء الله في اقرب وقت. طعمها تحفه جدا، والفلفل الرومي مخلي طعمها فعلا رائع وفظيع. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. عجبتكم وعجبت اللي دقوها من ايديكم. يا رب اشوفكم دايما يا رب بألف خير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وتدوسوا اشتراك في القناة بتاعتي لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم